حسن المحنوش، أصيل الجنوب التونسي من ولاية تطاوين، شاعر وكاتب، رئيس الجمعية الوطنية للشعراء الشعبيين ومؤلفي الأغاني. سعدت هذه الليلة بالشراكة اللي وقعت ما بين آل صمود وما بين بيت الشعر، وحقيقة السهرة في هذه الليلة كانت جميلة، كانت متنوعة، جمعت ما بين الشعر الفصيح والشعر الملحون، واللي يقولوا هو الشعر الشعبي، ولكنه ماهوش الشعر الشعبي، لأن الشعر الشعبي هو ذلك الشعر اللي قالوا شاعر وانتقل إلى رحمة الله وما عاد يعرفوا حد، فقط شعاره محفوظة يحفظوها الناس يرددوها، يسمى ملك الشعب، وذاك ما يسمى الشعر الشعبي. أما الشعر العامي فهو الشعر الملحون، الشعر الملحون، ومتفق عليه كل اللي كتبوا في الموضوع هذا. نحب نحيي من بيت الشعر بصفة خاصة على المجهود اللي قاعدة تبذل فيه الإطارات المسؤولة عليها، وخاصة الفكرة متاع التجول ما بين الجهات والخروج إلى الجهات. هذه فكرة جميلة جدا وفيها إثراء العمل الثقافي الفني، وأتمنى أن تجد هذه الفكرة الدعم والمساندة، وأتمنى لبيت الشعر أن تكون بيت كل الشعراء بمختلف انتماءاتهم وأفكارهم ولسانهم ولغتهم ولهجتهم. وأحيي بيت الشعر وأحيي المسؤولين عليها، وأحيي آل صمود على هذه الفرصة الجميلة اللي أتاحت لنا هذا اللقاء الجميل، وشكرا لكم.